هو انا فيا ايه وحش عشان يروح يخوني مع واحده شبه دي؟ يمكن انت ما فيكيش حاجه وحشه، بس هو اللي دماغه وحشه. دماغه بس؟ ده دماغه وذوقه وكل حاجه. يا ريت حتى عرف عليا واحده احلى مني، اقول معذور. لكن دي واحده بيئه جدا، ما شغلهاش ببلاش عندي. سمعتها زي الزفت، كل يوم في عربيه شكل مع واحد غير التاني، لبسها حتى مش ذوقه. بتدخن، اذا كان هو ما بيدخنش. انا مش عارفه ده اتلم عليها منين. ما تفكك يا رضوى، انتوا مش اتطلقتوا خلاص؟ يا سيدي يولع ولا يغور في داهيه، انا ولا شغله دماغي اصلا. واضح فعلا. ما تغير لنا السيره دي بقى بالله عليك يا شيخ. انا عايزه انسى الايام اللي ما يعلم بيها الا ربنا دي. ما عمالين نقول كده من الصبح. الا قول لي يا كريم، انت ليه طلقت مرتين؟ عشان عطاط وماليش طقطان للاستقرار والرابطه. انا احب اعيش بمزاجي كده ولدماغي. طول عمرك دماغك قذره، من ايام الكليه وانت ما اتغيرتش. هتفضل لحد ما تعجز وانت باد بوي. ده بعيد عنك. عارف، انا فضلت ادور على رقمك وكلمتك ليه؟ ليه يا رودي؟ عشان انت الوحيد اللي هتطلعني من المود الزفت ده، وعشان طول عمرك كنت بحس ان انت مبهور بيا. كنت بشوف ده دايما في عينك من ايام الكليه. هو في حد كان في جمال رضوى البغدادي في الدفعه كلها؟ يعني انا بجد فعلا حلوه؟ نعم، انت بتسالي. امال هو خني ليه؟ خلاص بقى يا رودي، قلنا نقفل على السيره دي. اهو انت اللي بتفتحيها اهو. خلاص مش هفتح تاني.